لا كفايه. هتسيبولي، مش معنى اني خدت اني مش هاخد تاني. اللحمه بترمي كتير قوي 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 قوي. انت لو عندك اي عزومه او اي مناسبه وجبتي العرق ده هيعمل معاكي ولا 60 70 ساندوتش. انا خايفه اغرف يخلصوا وانا ملحقش. صوص القرنفل الديمجلاس ده يجنن. عايزه ادوق الرز عشان اقول لكم رايي. بسم الله. لا لسه عندها حق تتفاجئ. ايه الطعامه دي وايه الحلاوه دي؟ لما بروح افراح بنلاقي الاكل ده، بس الاكل هنا طعمه مختلف. كنت نفسي اخرج، كنت اتمنى، بس ازاي ينفع اخرج وانا ورايا الجيش ده؟ انا المره الجايه هخرج من غيرهم وهاكل بره من غيرهم. بس يعني ايه يعني؟ انت مش عاجبك الكلام؟ جايين معاكي يعني جايين معاكي انتوا الاثنين؟ حصل. يلا بينا. الغايب ملوش ناقي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه في ايه؟ باخد شويه بس عشان اكلهم في الشغل بعد اذنك. اما الحق احط مكسرات يا جماعه قبل ما تاخدها. اسمحي لي ابوظ الشكل اللذيذ ده. ونحط الصوص البني على البطاطس. ايه انت لسه هنا؟ اوريهم الطبق، اوريهم الطبق والنبي قبل ما تاخديه. شايفين الظلم يا ناس؟ هو ده الظلم بقى. هنا في العين. احلى لانش بوكس. أسهل أكلة ممكن تتخيليها في حياتك عرق تريبيانكو ده. هنعمل منه لحمة باردة ونعمل معاها رز بالمكسرات ونعمل ساندوتشات. بجد حلو وسهل، واوعي تفتكريه صعب خالص ولا محتاج مكنه ولا اي حاجه. هنقطعه يبقى زي الفل. انا تبلته بملح وفلفل اسود وشويه قرفه وشويه قرنفل وشويه زعتر. طب يا نهله انا مش عايزه احط قرفه ما تحطيش، مش عايزه احط قرنفل ما تحطيش، بس ارجوكي ملح وفلفل اسود وزعتر اساسي معايا. في بقى بينغزوه يحطوا توم، انا ما عملتش كده، او بيحطوا فلفل اسود صاحي او بيحطوا قرنفل صاحي، براحتك. انا بس بحب استسهل شويه وكده ولا كده النتيجه بتبقى جميله جدا والله. المهم يا ستي انا حطيت معلقتين 3 سمنه بلدي على معلقتين 3 زيت على الطاسه على النار، وشوحته زي ما انت شايفه كده لحد ما اخد لون من جميع الجهات. والخطوه دي ما بتاخدش حاجه خالص، يعني كام دقيقه كده بس، مجرد ما يلون على نار عاليه جدا. دي اول خطوه معايا. تاني خطوه معايا بتسخني حوالي 3-4 كوبايات من الميه، بتسخنيهم كده في الكتل لغايه ما يغلوا، وتحطيهم عليها وتقفلي بورق زبده وورق فويل، او لو عندك غطا محكم الغلق بتسيبيها يعني ساعه الا ربع، وبعدين اقلبها على الناحيه التانيه وبسيبها ساعه الا ربع برضو. طيب لو يا نهله الميه قلت او نشفت بنسخن كوبايه ميه، لازم نحطها سخنه ما ينفعش نحطها ساقعه، بنحطها عليه وبنغطيها تاني، وبرده هتاخد من نص ساعة لساعة إلا ربع. يعني الموضوع كله هياخد ساعة ونص أو ساعتين تقريبا. معلش هو العرق ده تريبيانكو ده بياخد وقت شوية. بصوا الصوص ده خليكم فاكرينه عشان هقولك دلوقتي هنعمل بيه ايه. المهم يا ستي أنا دخلتها التلاجة علشان تاني يوم أبتدي أشتغل فيها. طب يا نهلة أنا عايزة أشتغل فيها النهاردة، خلاص أول ما تصحي من النوم اعمليها، وعلى الغدا تكون مسكت نفسها، لاني انا لازم ادخلها التلاجة ما يقلش عن ساعتين. انا بشتري دماغي وبعمل الخطوه دي بالليل، ما بتاخدش مني ربع ساعه، وبعدين بسيبها تستوي قبل ما انام، بطفي عليها وبحطها في التلاجة. المهم يا ستي بنعمل بطاطس بيوريه دلوقتي. انا مسكت بطاطس قشرتها وخرطتها كاروز زي ما انتم شايفين كده، او باي طريقه عشوائيه، وبتغليها كويس جدا لغايه ما تستوي. هرستها وحطيت عليها سمنه بلدي وملح وفلفل اسود وحته قشطه وشويه لبن، وطبعا الكميات براحتك حسب كميه البطاطس اللي عندك. طبعا سمنه بلدي مع قشطه مع لبن دي بتخلي طعمها حلو قوي قوي، وبتخليها كريمي جدا، وانك تسلقيها كويس وانك تهرسيها كويس، كل ده بيخليها كريمي. وما حطيتش غير ملح وفلفل اسود، عايزه تحطي ملح وكمون براحتك، بس انا بحب الملح والفلفل الاسود. طيب انا قلت بدل ما احطها بطريقه عشوائيه ما حدش بقى يتريق عليا، انا جبت كيس كده وفتحته بالمقص وحطيته فيه عشان كيس الحلواني. انتوا عارفين كلكم طبعا حاجتي كلها متقفله، فانا مش عارفه اجيبه منين بصراحه. المهم يا ستي لقيت كيس حطيته ورحت عاملاها وردات كده، او يعني اعمليها بالشكل اللي يريحك، او حتى حطيه كده على طول من غير شكل يعني. ودلوقتي بعمل الرز اللي بالخلطه. حطيت معلقتين زيت وحطيت معايا حوالي كوبايتين رز. انا حطيت يا جماعه رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود وشويه قرفه وشويه قرنفل، وعايزه اقول لكم ان ده احلى رز بالخلطه هتدوقيه والله العظيم، حلو قوي. وتشوحي كويس جدا 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 كده بالطريقه دي لغايه ما يفلفل كده، وبعدين تحطي حوالي 3 معالق عسل اسود كبار وتشوحي كويس جدا برضو، وبعدين تحطي ميه سخنه في الكتل لغايه ما تغطي فوقيه بعقله صباع كالعاده. ولو عندك شويه زبيب حطيه في المرحله دي علشان يطرى معانا، ومعلقه كده من السمنه البلدي على الوش، وبعدين تسيبيه يغلي على نار عاليه 5 دقايق لحد ما يشرب الميه كلها. تتاكدي بس وتخليكي واقفه جنبه، وبعد كده توطي وتحطي تحت الحله شياطه علشان يطلع مفلفل، او توطي كويس جدا وتغطيه كويس جدا علشان يبقى مستوي حلو. فاكرين بقى الصوص اللي طلع من اللحمه؟
انا حطيته دلوقتي في الحله وحطيت عليه معلقتين كبار من الدقيق او النشا براحتك، المهم يعني يفضل على النار، بس تكوني ضاربه الدقيق او النشا كويس قبل ما تولعي النار. وبعدين انا دلوقتي عايزه اعلي طعمه، والخطوه دي اختياري، فحطيت نص كوبايه من اللبن ومعلقه كبيره من القشطه، مش عايزه تحطي ما تحطيش، وحطيت كمان نص كوبايه من الميه السخنه. ولكن هو الصوص نفسه مش محتاج حاجه غير شويه نشا يا جماعه، وهيبقى زي الفل، وممكن ملح وفلفل بس، انا بس بعلي طعمه، مفيش كل ده مش مهم خالص. ودلوقتي بقى كان عندي شويه باودر ديمجلاس حطيت منه معلقه برضو، وانا بقول لك الحاجات اللي بتعلي الطعم، لكن هو والله كان حلو جدا برضو. المهم يا ستي انا كل ده عشان احصل على القوام ده، سواء النشا او الكريمه واللبن والقشطه، الحاجات دي بتعلي الطعم. وعلى فكره انا مش حطيتش كتير، انا بحط معلقه ربع كوبايه، فالحاجات الظريفه دي بتعلي الطعم. القوام بقى لو تقل معاكي بتحطي نص كوبايه ميه سخنه. انا دلوقتي بشوح فضلة خيركم يعني شويه مكسرات، شويه زبيب، او لو ما عندكيش خالص غير زبيب شوحيه مثلا وخلاص، يبقى انت كده برضو عامله رز بالخلطه. عندك حتتين كبده شوحيهم برضو بشويه ملح وفلفل اسود، قرطيها صغير، كبده فراخ تبقى حلوه جدا. خلاص بقى يا جماعه ده العرق تاني يوم. طبعا انتوا عارفين كلكم ان هو بيجي عند الجزار كله خيوط كده، فانا شلتها طبعا وابتديت بقى ان انا اخرطه. بصوا عايزه اقول لكم بيرمي معاكم لحمه كتيره جدا جدا جدا. تحاولي تخرطيه رفيع، ما تحاوليش تخرطيه تخين. وهنعمل منه حاجتين، يا سندوتشات تنفع بقى لاي حته انت رايحاها، ينفع يتساب في التلاجة بيتاكل ساقع، ينفع غدا وينفع عشاء وينفع فطار وينفع راحه بيه الشغل، راحه بيه الجامعه، راحه بيه اي حته، حلو جدا جدا. دايما في التلاجة بيبقى موجود كده، الولاد لو جعانين يعني بياكلوا منه. وفي نفس الوقت انا بقى ايه بعمل بقيته غدا. يعني انا بصراحه ده بيريحني مثلا يومين 3. اليوم الاولاني بناكله رز بالخلطه مع اللحمه دي ومع البطاطس البيوريه والصوص، واليوم التاني ساندوتشات، لو بقى يوم تاني ساندوتشات برضو. بصراحة هو حلو قوي، طبعا حسب عدد افراد اسرتك. يعني انا اسرتي يا دوب ممكن يخلص في يوميها، بس انا بقولك ان ده عشان احنا ما شاء الله ولا قوة الا بالله كتير، فممكن يخلص يعني. لكن في العادي ده بيقعد يومين و3. خلص بقى اكلنا بجد اكتر من رائع. حماري بقى شويه فرايز، تشوفي بقى هتقدميه بأني طريقه. حلو قوي بجد، لازم كلكم تجربوه. واظن مفيش اسهل من كده. ده انا شوحته وطشيته بالميه وتاني يوم خرطته. بصوا الموضوع سهل قوي. يلا بينا. الغايب ملوش ناقي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه في ايه؟ باخد شويه بس عشان اكلهم في الشغل بعد اذنك. وهتاخدي مكسرات وكده؟ يعني يا بعد لهوي، إذنك لو اما مش الحق متضايق. احط مكسرات يا جماعه قبل ما تاخدها. انت عايزه ايه؟ شايفين يا جماعه عشان تبقوا شاهدين، انا حاطه اهو. احسن بقى ان يسري مشيت كمان. بوظي الشكل يعني. لا ونوريها لهم، وريها. بصوا يا جماعه، شايفين الظلم يا ناس؟ هو ده الظلم بقى. هنا في العلم. ده شكلها حلو قوي. احلى لانش بوكس. يلا يا حبيبتي بقى طرقيني بقى، عايزين نشوف حالنا. روحي كلي عيش، امشي. انا هاكل رز بالمكسرات مش عايش. والله لا اخد واحده، انا خايفه اغرف يخلصوا وانا ملحقش. صوص القرنفل الديمجلاس ده يجنن. هعمل بقى سندوتشات عشان هم يخلصوا الاكل، اجي الاقي بقى سندوتشات لحمه بارده هم يخلصوا ده. شكله لذيذ جدا. بسم الله. لا يسرا عندها حق تتفاجئ، والله عندها حق تتفاجئ بجد. ايه الطعامه دي وايه الحلاوه دي؟ العرق ده عمل معانا 40 حته. لو انا عندي مكنه او رحت عند السوبر ماركت هيعمل 60 حته، تقدري تعملي 60 ساندوتش. انت لو عندك اي عزومه او اي مناسبه وجبتي العرق ده، لو نفسك تعملي منه ساندوتشز هيعمل معاكي ولا 60 70 ساندوتش. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي باي.